بص يا صديقي، في معلومة واصلة ل90% أو ل99% من الناس اللي بتبحث عن الآثار أو بتنقب عن الآثار، أو اللي هو بيشرح لك معلومة، أو اللي هو بيقول لك تعالى أوصلك، أو الكلام ده. إيه هي المعلومة يا صديقي؟ إن المصري القديم جه في الجبل أو في الأرض الطينية أو في الأرض الرملية، تمام كده، وجه في أي منطقة وقام عامل حفرة ونزل 15 20 30 100 ألف، عمل مدخل وحط الغرفة وطلع، ملالك كل ده عجنات تاني في الجبل وقفل وطلع. فبالتالي حضرتك وصل لك المعلومة كده، فبالتالي هتتصرف ازاي؟ انك هتروح في مكان، في اي مكان في الجبل او في الارض الطينية او في الارض الرملية، في اي مكان، في تحت بيتك، الصحراء، في الجبل، تنزل تيجي تعمل مربع وتنزل 10 20 30 زي ما هم مفهمينك، فتلاقي المدخل فتطلع. لا للأسف يا صديقي، دي معلومة غلط، ودايما في فيديوهاتي بقول لك الكلام ده. اللي هو ايه يا صديقي؟ خلينا في الجبل. رقم واحد، لما جه في الجبل ايا كان المنطقة اللي اختارها، سواء في بداية الجبل من تحت او في منتصف الجبل او في المرتفع، عمل مدخل جانبي، واللي هو حضرتك وانت طالع للجبل بتلاقيه في وشك كده. انا بكلمك بالبلدي. ايه بقى؟ نحت المدخل ده، ومن خلفه نحت غرفة، ومن خلال الغرفة ده جه عمق غرفة الدفن، أو عمق الدفن اللي أنت بتحكي عليه، اللي هو ممكن يوصل ل100 أو 200 أو 1000 كيلو، ما عنديش فيها مشكلة. واللي هو ده يا صديقي عمل إيه؟ مدخل صريح جانبي لغرفة أو لسرداب. سرداب ده أخدك من ذول لتحت، فسلمك صالة، والصالة سلمتها غرفة، والغرفة بداخلها درج سلم نزلك لمستوى أقل من اللي قبله، وهكذا لحد ما توصل غرفة الدفن. طيب عمل إيه تاني؟ عمل لك مدخل جانبي نحته لغرفة، والغرفة بداخلها بير من على وش الأرض داخل الغرفة. البير ياخدك ينزلك 10 20 30 40، ما عندناش فيها أدنى مشكلة، فتدخل تلاقي غرفة الدفن. تمام كده؟ عمل إيه تالت؟ عمل مدخل جانبي تكسر لغرفة الدفن على طول. لاحظ بقى هنا إن الثلاث تصميمات دولت اختلفوا في العمق، اختلفوا في التصميم البنائي الداخلي، بس اتفقوا في حاجة واحدة، ألا وهي المدخل من على وش الأرض. هنا يا صديقي جه عمق الدفن أو عمق غرفة الدفن. مش بقى يوهموك تقعد تكسر 20 و30 أكتر أقل في الجبل عشان أقنعوك إن هيبقى عندك آثار وتبقى مليونير، وتبص تلاقي نفسك وصلت لخراب البيوت. الفيديوهات دي للتوعية يا صديقي، لا أكتر ولا أقل. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول.